جبنا منه كميه حلوه وهنجربه ان شاء الله في التحدي عشان يبقى التحدي حماسي جدا. وقبل اي حاجه انزل حط اللايك. انا دلوقتي مش انا هشرح لكم فكره التحدي، في حد جديد الحكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده انا هشرح لكم فكره الفيديو التحدي بين محمد وساجد. دلوقتي هيبقى عباره عن 3 جولات، هنفضي كل جوله كيس شيبسي ونشوف مين اللي هيكسب، وفي النهايه اللي هيكسب 3-1 او 3-0 هو اللي هيبقى الكسبان، والتاني هتطبق عليه عقاب. ان شاء الله اتمنى يبقى خفيف على قلوبكم. ما تنسوش تدعموا القناه بلايك وشير واشتراك. ومعانا هنبتدي بدقيقه لكل كيس. الأطعمة الجديده دي هم حابين يجربوها، هنبتدي بدقيقه لكل كيس، وبعد ما الدقيقه تخلص على طول هنوقف ونشوف مين الكسبان. هيبتدي الدقيقه. الجوله الاولى هتكون اللي هي بتاع الخلطه السريه. انا هفضيه في الكيس واللي هيخلص الكيس الاول ويعمل كده هو اللي هيكون كسبان وهياخد بوينت على اللي هو عمله. صح؟ هنبدأ الدقيقة دلوقتي لحد ما نشوف مين اللي هيكسب معانا. يلا يا ساجد اسرع، الدقيقة قربت تخلص. ساجد شد حيلك شوية، بإيد واحدة. يلا يلا بس خلاص فاضل 5 ثواني. محدش هيخلص ومحدش تقريبا هيكسب الجولة، وتعادل. انتهى تعادل. الجولة الأولى تعادل، محدش كسب حاجة. الجولة التانية، الجولة رقم 2، وده طبعا حار فعشان كده هيحطوا مية معاه، وطبعا يحطوا ايديهم ورا، مفيش هنا الإيد التانية لو طلعت اللي هيطلع ايده هيخسر التحدي. افتح الكيس يا ساجد. يلا 1 2 3. اللي هي كده فضينا الأكياس وهنبتدي الدقيقة. تمام. وأي حد يا جماعة هيطلع ايده بره أو هيحط ايده في الطبق الايد التانية هيخسر التحدي على طول، مش هيكمل الدقيقة معانا. يلا 50 ثانية. اسرع يا ديدا عشان تكسب. ديدا اقوى. لا مش بالبشاعة دي يعني. مش بالبشاعة دي. ناقص 35 ثانية. 33. ها قرب. شكل التحدي ده صعب. الجولة الجاية أصعب وأصعب يا جماعة. هياكلوا بقهم من غير إيد خالص. شكل محدش هيكسب النهاردة واليوم كله تعادل. شكلكوا كده مش هتكسبوا. يعني فاضل 14 ثانية. كده جربنا الزنجر وجربنا ايه الكنتاكي. فاضل 3 ثواني. ثانية. انتهى الوقت. بس تعادل برضو. لا تعادل ماليش فيه. لا محمد زعلان، بس هي دي الحق. قولوا في الكومنتات رأيكم ايه. هو ما كسبش. مفيش برضو. انت 2-1. لا تعادل. محدش كسب. مش بالعافية، هي مش بالعافية. لا طبقك ما خلصش. التالتة بقى من الجولة التالتة، وهي الأهلاوي والزملكاوي. وادي كمان ده هياخد الشيبسي الأحمر والزملكاوي هياخد الأبيض، ونشوف مين اللي هيكسب، الأهلي ولا الزمالك. بس دلوقتي يا جماعة احنا هنلعب على الأهلي. طبعا أنا هكسب الأهلي وساجد بقى الزمالك فرصته ضعيفة معايا. لا الزمالك هيكسب إن شاء الله. لا الزمالك هيكسب. كل في البيت ده أصلا الزمالك يوم. والتحدي هيبقى على دقيقة ونص عشان هيبقى بقنا فهيبقى صعب شوية. تمام. أول ما نفتحها نحط إيدينا ونبدأ ناكل بقى. ماشي؟ بسرعة يقول لك تجري بالشجاعة. يلا. يلا يا ساجد بسرعة شوية. بصوا هياكلوا ببقهم. يلا هنبتدي التحدي. تمام. يلا استنى لسه مجهزت ايدي. يلا. لا يا عم. تعالى بقى يا جماعة. حاسة توقع المية. البول كبير مش هتقدر تدوق.
هاتي الاكل هاتي بقى. يلا خلاص فاضل، ها يلا 47 ثانيه. طلع ايه؟ طلع شيبسيه بره. طلع شيبسيه بره. مش مشكله، يلا بس كل انت بالطبق. معلش يلا اسرع اسرع. حد خلاص فاضل 14 ثانية. تمام 13. ها حشرات برية. ها تمام تمام قد بعض برضو يا جماعة، قد بعض برضو. الظاهر ان محدش كسب النهارده خالص ومحدش خاسر، التحدي كله تعادل، والجولات كانت صعبة جدا. واخيرا جولة اللي هي بياكلوا ببقهم، وهم استفادوا النهارده، جربوا كل انواع الشيبسيهات اللي هم طالعه جديد اللي نفسهم فيها. بس الصراحه والحظ بقى كان صعب جدا. انا كنت فاكره سهل بس التحدي كان صعب جدا يعني، وكمان البوله دي غويطه فانا مش عارفه ادخل بقي جواها. طبعا يا جدعان التحدي صعب جدا، وكمان كان في البق ومحدش هيكسب